هو دمه زي الشربات، ودي إشادة من عم الكوميديا سمير غانم عن طلعت زكريا. ايه موضوع طلعت زكريا معاك؟ ماله؟ معاك في كل اعمالك المسرحيه. دمه شربات. انا شخصيا بعشقه لانه بيموتني من الضحك، هو لوحده كده لذيذ. طلعت زكريا اللي فعلا توفى الله يرحمه، ولكن هو عايش بإفيهاته الكوميدية اللي احنا بنحبها كلنا. مواقف كوميدية عملها في الأفلام والمسلسلات وحتى البرامج اللي كان بيقدمها مستحيل لما تشوفها دلوقتي ما تضحكش عليها. الحقونا، احنا زمان كنا بنقول يا تلحقونا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. طيب هو ايه اللي بيميز طلعت زكريا كممثل كوميدي؟ بص، انا النهارده مش جاي اعدلك اعمال طلعت زكريا اللي طلع فيها وكده، انا جاي اكلمك عن طلعت زكريا الكوميديان، وعن ان ازاي طلعت زكريا هو فنان مميز جدا، واستحاله يكون موجود في عمل فني سواء فيلم او مسلسل وما يسيبش علامه في العمل ده حتى لو دوره صغير. يعني مثلا بص كده على مشهد صغير جدا ظهر فيه طلعت زكريا في فيلم الرجل الابيض المتوسط، مشهد واحد تقريبا في الفيلم كله، وهو لما كان احمد ادم ماشي في ميدان طلعت حرب وهو كان الضابط اللي قبض على احمد ادم. وايه اللي معاك ده؟ ده كومبينيشن لمائي بالشفط يا باشا. سرقه منين؟ لا مش سرقه، اسرقه ازاي؟ ده انا مخترعه يا باشا. احنا طب هاتوه. لا هاتوه ايه؟ استنوا، لا لو سمحتوا، لا ما حدش يجرني ولا يمد ايده. انا عايز افهم ايه كل الورق ده؟ ده سيادتك الورق بتاعي من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي، يعني تنقي اللي حضرتك عايزه منه. اوبن بوفيه ورق قدام حضرتك اهو. ايوه يا ابني ده كتير قوي، ده مستقبلك كله هنا. هو فعلا بطل في المشهد اللي هو طلع فيه ده. طب بلاش الرجل الابيض المتوسط، شوفوا كده في التجربه الدنماركيه لما طلع بمشهد صغير برضو وقال لعادل امام قول حاحه. يلا حلوه. قول حاحه. قول حاحه. مش فاهم يعني. قول حاحه. حاحة. وات هاها؟ حاحة دي اوبرا حاحة. هو مشهد واحد بس طلع فيه طلعت زكريا في الفيلم، ولكن لحد دلوقتي الناس ما بتزهقش من المشهد ده، والإفيه بتاع المشهد ده هو لسه عايش معانا حتى الآن. طلعت زكريا هو عنده حاجة كده في طريقة الكوميديا اللي بيقدمها وهي السهل الممتنع. كابتن طلعت زكريا يحييكم، اخواننا اللي على الطياره، والنبي خدوا بالكم الكلام اللي انا هقوله. احنا باذن الله هنتوكل على الاقصر باذن الله. الرحله يعني هتستغرق نص بتاع يعني 40 دقيقه، مش عارف ليه قلبي مقبوض. اسمعوا يا جماعه، التدخين بالنسبه للتدخين، اي حد هشوفه بيدخن بيشرب بايب بيعمل اي حاجه، ورحمه امي الغاليه في نومتها هنزله. يعني مش بيمثل، بيتكلم عادي كده من غير لا حزق ولا زعيق ولا الحاجات دي عشان يعمل كوميديا. عادي جدا ان انت تحس ان هو خالك او اخوك الكبير، هو واقعي جدا. تعال نشوف بقى لما راح طلعت زكريا يقدم دور نصة في فيلم غبي منه فيه، الفيلم اللي يعتبر علامه في الافلام الكوميديه المصريه لحد دلوقتي. الثنائي بتاع نصة وسلطان، وان هما الاتنين اغبياء، ده ثنائي مستحيل تلاقيه بيتكرر كتير في السينما. وشوف بقى انت لما اتنين اغبياء يقابلوا بعض هيطلعوا كوميديا عامله ازاي. يعني شوف مثلا مشهد لما طلعت زكريا بيقول له انا نفسي اكون حرامي من زمان، يعني المفروض ان هو يقول له لا انا مش عايز اكون حرامي، انما قال له قشطه انا معاك نسرق عادي. ما انا عايزك تسرق معايا. طب ما تقول كده من الصبح، انا من زمان نفسي ابقى حرامي، ايه المشكله يعني؟ بجد؟ نشن انت على اي سرقه عايزها وانا جاي معاك فيها. انت ممكن تشوف الافيه ده هو افيه مستهلك وبتاع دلوقتي عشان الافيهات كترت جدا في دماغك، ولكن الافيه ده وقتها كان بيضحك جدا. طلعت زكريا كمان اشتغل دراما مع هاني رمزي في مسلسل مبروك جالك قلم. يا ناسي عسل سيد كومبونيشن وصل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاسطى سيد كومبينيشن اكبر مقاول سباكه في مصر بل في العالم. المسلسل ده هو من المسلسلات الكوميديه الكويسه اللي قدمها هاني رمزي. حتى لما طلعت زكريا عمل دور شرير في فيلم اوعى وشك، انت مستحيل تكره شخصيه الشرير اللي لعبها طلعت زكريا في الفيلم ده. مستحيل برضو تنسى افيهات طلعت زكريا في الفيلم. دول بقلشوني. عبده باشا المجنون كانت شخصيه جامده جدا. وبرضو طلعت زكريا قدم شرير بشكل كوميدي في فيلم عوكل. هو كان شرير بس تضحك منه لما عمل دور مليجي اللي طالع اخو اوشا اللي بيحبها عوكل. المشاهد اللي ظهر فيها طلعت زكريا كانت بتضحك جدا، وخصوصا المشهد اللي قال له فيه يا عبيط انا بحوشهم لك زي اخواتهم. ولا انت عايز تاخد البت كده شليتي موليتي مش في جهاز امريكي في جهاز. انت ايه طالع بطلع ولا ايه؟ والله الافلام دي كانت لذيذه جدا، والكوميديا كانت بسيطه كده في بدايه الالفيه. طلعت زكريا قبل ما يبقى بطل ويقدم بطوله في السينما المصريه كان بيطلع صاحب البطل اللي دمه خفيف، او النقيض بتاع البطل اللي دايما بيطلع منه كوميديا، زي مثلا فيلم ابو علي. هو تقريبا مفيش افيه خيش من طلعت زكريا في الفيلم ده. الافيهات كانت بتضحك جدا، ولحد دلوقتي هي ما زالت بتضحك برضه. ايه ده يا شادي؟ ده كل سنه يا كابتن. ايه كسلو ده؟ ده كل سنه يا كابتن.
انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابه يالا. اخلع. هو وكريم عبد العزيز كان بينهم كيمياء حلوه جدا في الفيلم ده. دوره في فيلم حريم كريم، طلعت زكريا كان شايل الكوميديا لوحده في الفيلم ده، ودليل على كده ان الفيلم لما اتعمل منه جزء تاني ما كانش افضل حاجه يعني. جيجي عايزينك تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده يأثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. ودوره في فيلم كلام في الحب مع يسرا وحنان ترك كان برضو دور مهم جدا واضافه قويه للفيلم. طلعت زكريا دايما بيعرف يخطف الكاميرا من اي عمل بيشارك فيه، ودي حاجه مهمه جدا. ان روح طلعت زكريا وحسه الفكاهي كان عالي جدا ويجبرك ان انت تضحك منه. ونروح بقى للفيلم الاشهر في تاريخ طلعت زكريا، وهو فيلم طباخ الريس اللي لازم نتكلم عليه في حلقه النهارده. زلط صغير يا فندم ما يعملش اي حاجه، وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. الفيلم ده هو فيلم سياسي اجتماعي، ولكن انا هتكلم عن طلعت زكريا في الفيلم ده. طلعت زكريا كان عامل دور كويس جدا في الفيلم ده، افيهاته اللي قالها ورياكشناته مستحيل ان انت تنساها، لان الفيلم ده بيعتبر من الافلام المهمه اللي اتقدمت في السينما برضه. يمكن طلعت زكريا بعد الفيلم ده عمل حاجات ما كانتش افضل حاجه من الناحيه الفنيه خالص، زي فيلم الفيل في المنديل مثلا. الفيلم ما كانش حلو خالص. قبل طباخ الريس طلعت زكريا كان عامل فيلم اسمه حاحة وتفاحة مع ياسمين عبد العزيز، ودي كانت بطولة مطلقة لطلعت زكريا. اي نعم ممكن انت تختلف على الفيلم ده وتقول ان الفيلم وحش وكده، ولكن ركز شوية على الكوميديا اللي كانت في الفيلم ده من طلعت زكريا. والدليل على كده ان افيهات طلعت زكريا في الفيلم ده ما زالت بتتاخد ميمز وكده على مواقع السوشيال ميديا. الله يرحمك يا بابا، تركتني العم يقطع في لحمي قربا ويرمي لي الكلاب. وانا بصراحه لما كنت بشوف الفيلم ده زمان كنت بضحك منه جدا، وما زلت لما اتفرج على مشاهد كده منه بضحك جدا من طلعت زكريا في الفيلم ده. اللي عايز اوصله لك ان طلعت زكريا كان بيشارك في اعمال اي نعم مش جامده من الناحيه الفنيه، ولكن هو كان بيبقى فارق في الاعمال دي جدا. بس طلعت زكريا بعد كده بيروح عشان يشارك مع عادل امام في مسلسل العراف بدور صغير جدا، وكان دور مميز قوي في المسلسل ده. ومسلسل العراف هو بيعتبر من انجح المسلسلات اللي اتقدمت في تاريخ الدراما المصريه. طلعت زكريا هو عملاق الكوميديا اكيد، وانا بقول كده عشان مفيش عمل شارك فيه طلعت زكريا ما كانش اضافه للعمل ده. وعلى فكره مش شرط الكوميديان يكون دايما بطل، كتير من الكوميديانات اللي ضحكونا على مدار السنين ما كانوش ابطال، ولكن هم كانوا ابطال في ادوارهم دايما، زي يوسف عيد ووحيد سيف وعبد الفتاح القصري. لكن طلعت زكريا بقى هو ليه طابع خاص ومميز بيه دايما. تكوين جسم طلعت زكريا اصلا ساعده في ان هو يكون كوميديان بالشكل ده، الشخص الطويل العريض اللي انت هتتوقع منه ان هو يكون وقور، ولكن دايما بيكون راجل مسخره. ودي اللي ساهمت في ان طلعت زكريا يكون كوميديان عايش معانا لحد دلوقتي بإفيهاته وبطريقته المميزة الحلوة جدا اللي كان بيقدمها. وطلعت زكريا أكيد هو من أهم الكوميديانات في تاريخ السينما المصرية. وبس كده، أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.